السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قلب البادية. حلقة اليوم مع الضيفة ديالنا اللي جات عندي من الجزائر الشقيقة. السلام عليكم أختي دليلة، مرحبا بك مرة أخرى عندنا في المغرب، نورتينا. وعليكم السلام، شكرا لك. اليوم غادي نوجدوا معكم الشباكية المغربية، واليوم غادي نشاركوا معكم الطريقة ديال التحضير. أول حاجة كنحتاجوا الدقيق والزبدة. هي نبدأ بالعجين، الدقيق أولا، حسنا، والآن البيض، ثم الزبدة المدونة والزيت أخيرا. الخل، ماء الزهر، شويه د الماء حسب الخليط، خميره الحلوى وقبصه ديال الملح. فهمت؟ غادي نبداو. الزعفران الا كان، القرفه، نافع اليانسون، زنجلان محمر ومطحون. للقلي والتزيين، الزيت للقلي، العسل، زنجلان محمر باش نرشو من الفوق. ديري الدقيق، زنجلان مطحون، القرفه والنافع، خميره الحلوى وقبصه ملح والزعفران، مزيان خلطوهم. زيدي البيض، الزبده مذوبه، الزيت، الخل وماء الزهر، خلطي وبدا زيدي شويه بشويه الماء حتى تجمع العجين وتولي لينا شويه ماشي قاصحه. دلكيها مزيان حتى تولي مطاطيه. غطيها وخليها ترتاح تقريبا 30 دقيقه. واضح. قسمي العجين لكويرات صغار، ثم حلي كل كويره بوراق رقيق، نعم بهذه الطريقه. قطعي مستطيلات وعملي فيهم شقوق بالطول. واش هكا؟ دخلي صبعك وسط الشقوق وقلبيها باش تعطيلك شكل الشباكيه المعروف. سخني الزيت في مقله، الزيت سخن، هيا بالشباكيه، قلي الشباكيه حتى تولي ذهبيه. خرجيها مباشره وحطيها في العسل سخون. واخا، هاهي خليها تشرب شويه وطلعيها. ها الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا، كتجي فنه ومقرمشه، كتجي لذيذه بزاف. عاوني ناخذ حفظ لي كله مع الشاي. بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والراحه. خوتي المشاهدين، نتمنى تكون عجبتكم حلقه اليوم. ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه ولايك وشي كومونت يكون زوين بحالكم.